السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي طلابي الحلوين، طلاب تانية إعدادي، ومعكم مس رندا حسن. النهاردة زي ما طلبتوا هنحل مع بعض محافظة أسوان. محافظة أسوان من المحافظات اللي مش مجابة في كتاب الامتحان أو الكتب الخارجية، عشان كده نحلها مع بعض وربنا يوفقكم. لو ليكوا أي سؤال سيبولي في كومنت وأنا هرد عليكم. يلا بينا مع أول سؤال. أكمل العبارات التالية. يتكون الجدول الدوري الحديث من نقط دورات أفقية ونقط مجموعات رأسية، طبعا من 7 دورات أفقية و18 مجموعة رأسية. الأشعة فوق البنفسجية ذات الأثر، بينما الأشعة تحت الحمراء ذات أثر. طبعا الأشعة فوق البنفسجية ذات أثر كيميائي لأنها بتسبب الكثير من الأمراض، بينما الأشعة تحت الحمراء لها أثر حراري لأنها تعمل على رفع درجة حرارة سطح الأرض. 3. يمثل الأركيوبتريكس حلقة وصل ما بين الزواحف والطيور. السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحانات. 4. بزيادة العدد الذري، فإن قيم الأحجام الذرية نقاط خلال الدورات بالجدول الدوري الحديث، يعني بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة الحجم الذري هيزيد ولا هيقل؟ طبعا يقل، يبقى تقل قيم الأحجام الذرية خلال الدورات بالجدول الدوري الحديث. لو احنا شفنا مع بعض الدورة الثانية بزيادة العدد الذري يقل الحجم الذري لحد ما اوصل لأصغر العناصر حجما ذريا وهو عنصر الفلور. رقم ب، ادرس الشكل المقابل ثم اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام. تعالوا نشوف مع بعض. رقم 1 عندي هنا فين؟ رقم 1 و2 دول غازات. مين الغاز الأكتر؟ رقم 2، يبقى 2 ده غاز مين؟ الهيدروجين H2، وكمان بيتجمع عند القطب السالب اللي هو المهبط. أما الغاز الأقل حجما هو غاز الأكسجين O2، يتجمع عند المصعد. يبقى رقم 1 ده غاز الأكسجين. طب رقم 2 احنا لسه حلينا غاز الايه؟ غاز الهيدروجين. 3 زي ما انتم شايفين كده ده مهبط ولا مصعد؟ طبعا المصعد اللي هو القطب الموجب اللي بيتجمع عنده غاز الأكسجين. رقم 4 ده المهبط اللي هو القطب السالب اللي بيتجمع عنده غاز الهيدروجين. زي ما انتم شايفين كده نسبة حجم غاز الهيدروجين ده في حجم غاز الأكسجين. لو طلب مني ان انا اكتب معادلة التفاعل هنشوفها مع بعض كده. انا عندي الماء H2O، طبعا يحصل له تحليل كهربي، لازم الماء يكون محمض بحمض الكبريتيك H2SO4. هيتكون عندي غازين، غاز الهيدروجين H2 زائد غاز الأكسجين O2. عامل أسهم لفوق كده، ده دليل على تصاعد الغازات. نسبة غاز الهيدروجين بيكون ضعف غاز الأكسجين. تعالوا نوزن المعادلة كده عشان تبان أكتر. عندي ذرتين هيدروجين داخلة في تفاعل كيميائي، ذرتين هيدروجين خارجة، لكن هنا ذرة أكسجين واحدة داخلة في التفاعل الكيميائي وذرتين أكسجين خارجين من التفاعل الكيميائي. هل ده ينفع؟ لا. يبقى أحط 2 هنا جنب الماء جنب H2O و2 جنب غاز الهيدروجين. أصبحت معادلة صحيحة وموزونة، ونسبة حجم غاز الهيدروجين ضعف حجم غاز الأكسجين. اكتبوا لي في الكومنت كيف أكشف على غاز الهيدروجين وكيف أكشف على غاز الأكسجين. وصلنا مع بعض للسؤال الثاني. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تبدأ أي دورة من دورات الجدول الدوري الحديث بعنصر، طبعا فلز قوي وليس شبه فلز أو لا فلز أو غاز خام، فلز قوي أو فلز قلوي اللي هي فلزات الأقلاء تبعا للمجموعة 1A. يحل نقاط في محاليل أملاحه. هل الكلور محل البروم؟ البروم محل الفلور؟ اليود محل الكلور؟ ولا اليود محل الفلور؟ تعالوا السؤال ده على الهالوجينات. الهالوجينات ايه؟ فلور، كلور، بروم، يود، أستاتين. كل هالوجين بيحل محل الهالوجين الذي يلي. يبقى تعالوا نشوف كده، الكلور محل البروم، الكلور هيقدر يحل محل البروم. تعالوا نشوف بقية الاختيارات. البروم محل الفلور، بروم محل فلور؟ لا طبعا العكس. اليود محل الكلور، اليود محل الكلور؟ لا طبعا العكس. اليود محل الفلور؟ طبعا غلط برضو، العكس هو اللي ممكن يحصل، لأننا قلنا من خواص الهالوجينات كل هالوجين يحل محل الهالوجين الذي يليه. 3. تقدر درجة الأوزون بوحدة الدوبسون ديو. درجة الأوزون الطبيعية 300 دوبسون. كل مما يلي من الكوارث الطبيعية
التي تهدد حياة الكائنات الحية ما عدا الفيضانات، البراكين، موجات الجفاف، ولا الاحتباس الحراري. طبعا طالب مني هنا كوارث طبيعية، يبقى المختلف هنا مين اللي مش كارثة طبيعية؟ الاحتباس الحراري، لأن ده طبعا نتيجة لسلوك الإنسان. احنا نسينا نحل مع بعض. علل هنا، تعالوا نحلها مع بعض. علل الجزء السفلي من الاستراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات لأنها طبقة صافية خالية من الغيوم والاضطرابات الجوية. لأنها طبقة صافية خالية من الغيوم والاضطرابات الجوية، كما أن حركة الهواء فيها أفقية وبذلك تكون مناسبة لتحليق الطائرات. رقم ب، أكمل المعادلات الكيميائية التالية. طبعا لما بكتب معادلة لازم أكتبها صحيحة وموزونة. ادي عندي الصوديوم زائد H2O. ال H2O دايما بقسمها HOH. انا سايبه لكم فيديو كامل ازاي اقدر احل المعادلات الكيميائيه بكل سهوله، هتلاقوها على القناه في قائمه شرح منهج العلوم للصف الثاني الاعدادي الترم الاول. ال Na هتاخد مين؟ ال OH، يبقى اصبح عندي NaOH ويتصاعد غاز الهيدروجين زائد H2. طبعا هوزن المعادله هنا، 2 ذرتين صوديوم داخلين في التفاعل الكيميائي، يبقى لازم ذرتين صوديوم خارجين من التفاعل الكيميائي. أكمل الوزن عشان أتأكد إن إجابتي صحيحة. 2 في 2 ب4، 4 ذرة هيدروجين أدي 2 وأدي 2، وأدي ذرتين أكسجين داخلين في التفاعل الكيميائي، وأدي ذرتين أكسجين خارجين من التفاعل الكيميائي. أصبحت المعادلة بتاعتي صحيحة وموزونة. الكلور زائد بروميد البوتاسيوم، طبعا هقسم المركب كده يبقى هتدينا كلوريد البوتاسيوم والبروم. أوزن برضو المعادلة الكيميائية كده، أصبحت معادلة كيميائية صحيحة وموزونة. مغنيسيوم زائد HCl مخفف، ال Mg هتاخد ال Cl تدينا MgCl2 اللي هي مس2 عشان المغنيسيوم ثنائي التكافؤ، أما الكلور أحادي التكافؤ ويتصاعد غاز الهيدروجين H2. المعادلة أصلا موزونة. كربون، احتراق الكربون في جو من الأكسجين يدينا غاز ثاني أكسيد الكربون. تعالوا نشوف مع بعض رقم ج. اذكر أهمية السيليكون. السيليكون يستخدم في صنع الشرائح. السيليكون مستخدمة في الأجهزة الإلكترونية. لو قال لي علل ليه، هنقول لأن السيليكون يعتبر من أشباه الموصلات الذي يعتمد في توصيل الكهرباء على درجة الحرارة. حفرية النيمولايت. حفرية النيمولايت وجودها في صخور الأحجار الجيرية لجبل مقطم تدل على أن جبل مقطم كان جزء من قاع بحر منذ 35 مليون سنة، ولذلك يعتبر حفرية النيمولايت من الحفريات المرشدة. وصلنا مع بعض للسؤال الثالث. اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. الارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض، طبعا الاحترار العالمي. 2. الحد الفاصل بين الاستراتوسفير والميزوسفير والذي تثبت عنده درجة الحرارة، يبقى الحد الفاصل بين الاستراتوسفير والميزوسفير الاستراتوبوز. بقايا كائنات حية قديمة عاشت على مدى زمني قصير ثم انقرضت، الحفريات المرشدة. لأنه قال لي مدى زمني قصير، طبعا الحفريات المرشدة هي حفريات عاشت لمدى زمني قصير ومدى جغرافي واسع ثم انقرضت ولم تظهر في أي حقب تالية. نوع من الأكاسيد تتفاعل كأنها أكاسيد قاعدية وحامضية وفقا لظروف التفاعل. طبعا الأكاسيد المترددة. الأكاسيد المترددة. اكتبوا لي في كومنت مثال على أكسيد متردد وأنا هرد عليكم. رقم ب. حدد مواضع العناصر الآتية بالجدول الدوري الحديث. مواضع العنصر يعني إيه؟ يعني رقم الدورة، رقم المجموعة والفئة. عشان أقدر أعمل كده لازم أعمل توزيع إلكتروني الأول. أول عنصر عندي الألمنيوم Al13. طبعا هعمل توزيع إلكتروني. أدي النواة فيها 13 بروتون. عرفت إزاي يا مس؟ لأن ده العدد الذري وعدد البروتونات الموجبة داخل النواة أو الإلكترونات السالبة خارج النواة. يعني أنا هوزع 13 إلكترون. الكي شبع ب2 إلكترون. ال 8 2 8 10 يتفضل كام؟ يتفضل 3 هياخدهم الام.
عندي الثلاث مستويات للطاقة مشغولة بالإلكترونات، يبقى إذا العنصر يقع في الدورة الثالثة. عنصر يقع في الدورة الثالثة. ليه يا مس؟ لأن عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات هي رقم الدورة. طب رقم المجموعة إيه؟ عيني على آخر مستوى الطاقة فيه كام إلكترون؟ 3. يبقى يقع في المجموعة 3A أو المجموعة 13. العنصر يقع في المجموعة 3A أو المجموعة 13. 3A ترقيم قديم و13 ترقيم حديث. طب الفئة كام؟ المجموعة الأولى والتانية الفئة اس. بقية المجموعات اللي عندنا في تانية إعدادي الفئة بي. طب هنا المجموعة الأولى أو التانية لأ، يبقى الفئة بي. تعالوا نشوف مع بعض تاني عنصر الكالسيوم Ca20. ادي النواة فيها 20 بروتون، الكي مشبع ب2 الكترون، والال 8 2 8 10. تفضل كام؟ تفضل 10. هل الام هتاخد 10 الكترون؟ طبعا غلط، لان ساعتها تكون الام مستوى الطاقة الاخير، ومستوى الطاقة الاخير لا يتشابه باكثر من 8 الكترون. يبقى اذا هياخد 8 وهيطلع 2 الكترون لمستوى الطاقة ان. يبقى عندي كم مستوى طاقة مشغول بالإلكترونات؟ 4. 1 2 3 4. يبقى العنصر يقع في الدورة الرابعة. طيب المجموعة الإيه؟ آخر مستوى طاقة كم إلكترون؟ 2. يبقى 2A. أو الثانية الفئة S. لسه قايلين إن ال1A وال2A الفئة S. بقية المجموعات اللي عندنا يبقى الفئة B. العنصر اللي عليه الدور Ne10 النيون. ادي النواة فيها 10 بروتون وهوزع 10 الكترونات، الكي 2 والال 8. اخد بالي بقى ال مشبع بالالكترونات، يبقى اذا هو العنصر اللي عندي ده غاز خامل، يبقى يقع في المجموعة الصفرية اللي هي مجموعة الغازات الخاملة. طب الدورة الكام؟ الدورة الثانية. ليه يا مس؟ لأنه عنده مستويين للطاقة مشغولين بالإلكترونات. يبقى أكتب كده العنصر يقع في الدورة الثانية المجموعة الصفرية، ده طبعا ترقيم قديم، أو المجموعة 18 ترقيم حديث، الفئة B. آخر عنصر عندي في السؤال هيدروجين H1. النواة فيها 1 بروتون والكي يحتوي على 1 إلكترون. يبقى إذا العنصر يقع في المجموعة الأولى أو ال1A والدورة الأولى. أكتب كده العنصر يقع في الدورة الأولى. ليه مثل إنه يحتوي على مستوى طاقة 1 مشغول بالإلكترونات. والمجموعة أقول الأولى برضو أو ال1A. المجموعة الأولى والتانية قلنا الفئة S. أسئلة سهلة جدا وبسيطة، لو عندكم أي مشكلة فيها سيبولي السؤال في الكومنت وأنا هرد عليكم. وأنا عاملة لكم فيديو كامل بشرح فيه إزاي ممكن إن أنا أحدد مكان العنصر في الجدول الدوري الحديث. تقدروا تشوفوه وتدوروا عليه في قائمة شرح العلوم منهج الصف الثاني الإعدادي في قوائم التشغيل. السؤال ج: ماذا يحدث عند تلوث المياه بفضلات الإنسان والحيوان؟ هيسبب تلوث بيولوجي للمياه ويسبب أمراض التيفويد والبلهارسيا والالتهاب الكبدي الوبائي. رقم 4: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ. الماء والنشادر من المركبات القطبية. صح جدا. لو قال لي علل ليه؟ هقول لأن الفرق في السلبية الكهربائية بين عناصره كبيرة نسبيا. رقم 2: المحاليل الناتجة عن ذوبان أكاسيد اللافلزات زي ثاني أكسيد الكربون تحمر صبغة تباع الشمس البنفسجية. طبعا صح جدا لأنها بتكون أحماض. لو أنا شفت كده ثاني أكسيد الكربون CO2، لو أنا دوبته في المية H2O هيدينا حمض الكربونيك H2CO3، والأحماض تحمل صبغة تباع الشمس. 3:
يزداد العدد الذري لكل عنصر بمقدار الواحد الصحيح على العنصر الذي يسبقه في نفس الدورة. طبعا صح، وموزلي يرتب العناصر حسب الزيادة في العدد الذري بحيث كل عنصر يزيد على العنصر الذي يسبقه بمقدار الواحد الصحيح. الواحد ده هو عبارة عن 1 بروتون. 4. فلزات الأقلاء جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. طبعا جميع الفلزات جيدة توصيل الحرارة والكهرباء. رقم ب، اذكر نوع واسم كل حفرية من الحفريات الموضحة بالأشكال التالية. أول واحدة دي حفرية إيه؟ حفرية القهرمان. طبعا دي تعتبر حفرية كائن كامل، يبقى الاسم القهرمان، النوع كائن كامل، حفرية كائن كامل. 2 دي حفرية الأمونايت، دي حفرية قالب مصمت. أمونايت ونيمولايت وترايلوبايت، التلاتة دول قالب مصمت. دي حفرية أثر قدم ديناصور، يبقى نوع حفرية إيه؟ آثار، لأنها تدل على نشاط الكائن الحي أثناء حياته. 4 حفرية طابع سمكة، يبقى إذن نوعها إيه؟ حفرية طابع. آخر سؤال، اكتب ما يميز محمية رأس محمد. محمية رأس محمد تتميز بالأنواع النادرة من الشعاب المرجانية والأسماك الملونة. منطقة وادي الحيتان تتميز بوجود هياكل عظمية لحيتان عمرها أكتر من 40 مليون سنة. طبعا محمية رأس محمد دي أول محمية وانشأت في مصر، ومنطقة وادي الريان موجودة برضو في مصر في محافظة الفيوم. أتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة، ولو ليكوا أي سؤال سيبولي في كومنت، أي محافظة عايزين تحلوها سيبولي في كومنت وأنا هحلها معاكم، وإن شاء الله تابعونا على القناة. وهنبدأ مع بعض بعد الامتحانات شرح منهج الترم الثاني. بالتوفيق يا رب. شاكرة لكم جدا، مع السلامة.